السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم آية من قناتي يلا نجرب ليتس تراي. وصفة النهاردة الرز المعمر، وما أدراكم ما الرز المعمر. بجد كده وصفة يعني مهما أقول لكم قد إيه هو قريب لقلبي مش هقدر أوصل لكم. أصلا مجرد إن أنا بعمله كده بيبقى فيه ذكريات كده بفتكرها على طول. بفتكر لمتي مع قرايبي في بيت العيلة في البلد. بفتكر يعني طاجن أمي ربنا يكرمها، بجد أحلى طاجن رز أمي بتعمله. حاجة كده خطيرة بجد، يعني انا بعشقه الرز المعمر ده. هعمله معاكم بكل سهوله، هقولكم ازاي يطلع معاكم مفلفل كده وواخد ريحه السمنه البلدي. يلا بينا نبتدي الفيديو، توكلنا على الله. هحتاج لوصفة النهاردة 4 كوب من الرز ده مغسول كويس جدا ومصفيه. انك تغسليه وتصفيه من المية كويس جدا هيساعد ان الرز يبقى مفلفل معاكي. معايا حوالي 2 ل3 من الزيت النباتي، 2 كبار سمنة بلدي، 2 كبار لبن بودر، يعني حوالي 2 كبار برضو قشطة، معلقة كبيرة من الملح. معايا 4 أكواب من اللبن المغلي، ويكون ياريت لبن بلدي، بيفرق جدا غير اللبن المعلب، بيدي طعم حلو قوي. 4 أكواب يعني لتر بالظبط. ومعايا 2 إلا ربع من المية المغلية برضو. جبت القالب اللي انا هسوي فيه الرز، يا ريت بقى يبقى طاجن، فخار ماشي، بايركس، اي حاجه متاحه عندك. هندهن الطاجن كويس جدا بالسمنه بالشكل ده، مش عايزين الرز يلزق مننا من تحت. بالنسبه بقى لحجم الطاجن هيختلف حسب انتي بتحبي الطاجن الرز يبقى معاكي كثيف كده، ولا كده واخد طبقه كده من تحت محمر كده ومن فوق بيبقى كده حاجه خطيره زي حالاتي كده. انا الطاجن ده مثلا هيقضي 6 كوبايات من الرز، بس انا بعمل فيه 4 رغم ان عندي طاجن اصغر. انا بحبه كده زي ما قلت لكم يبقى محمر من تحت ومن فوق. الاكل ده مزاج، يعني شوفي انت بتحبيه ازاي وكليه، بس الخطوات واحده والمقادير واحده سواء الطاجن اصغر او اكبر. نزلت بالرز في الطاجن بالشكل ده. شايفين الرز يعني عشان سبته وصفيته كويس تحس ان هو اصلا مش مغسول لانه ناشف خالص. دي خطوة مهمة جدا في اي رز تعمليه، سواء رز بالشعرية اي رز. هنزل بلتر من الحليب المغلي، اللبن بيبقى سخن جدا. وهنزل بحوالي 2 إلا ربع من المية المغلية برضو. اللبن والمية المغليين هيساعدوا ان الرز يستوي معاكي، ومش هتحتاجي تنقعي الرز في اللبن او اي حاجة. هنزل بمعلقة كبيرة من الملح، ونزلت ب2 كبار من اللبن البودر. طبعا ممكن استبدال المية اللي انا ضفتها دي بحليب عادي، وممكن تستبدليها بمرقة شوربة يعني زي ما انت تحبي. نزلت ب2 كبار من السمنة البلدي. طبعا مش هاخد كل السمنة اللي في الطبق، انا هاخد 2 كبار بس. بيدوا طعم وريحة خطيرة للرز المعمر. وهنزل بحوالي 2 كبار من الزيت النباتي. هندوب السمنة كويس جدا مع الرز واللبن بالشكل ده. اللبن عشان مغلي، السمنة هتدوب على طول. اهم حاجه تقلبي المكونات كلها مع بعض كويس جدا. واخر حاجه هنزل بحوالي 2 كبار من القشطه على الوش بالشكل ده. القشطه دي بتبقى نتيجه ان انتي غاليه لبن بلدي بيكون لك قشطه، احتفظي بيها بقى في الفريزر، هتحتاجيها في حاجات واكلات كتيره جدا. لو تلاحظي انتي ممكن تفتكري ان القشطه اكتر من 2 كبار، لا هما 2 كبار مليانين، بس انا بحطهم يعني مش بنزل بيهم كلهم مره واحده. عشان تتأكدي ان انتي ماشية صح حطي المعلقة زي ما انا حطاها كده. احنا عايزين السوائل تبقى ازيد من الرز بالشكل ده، يعني ما يبقاش كتير قوي ولا قليل، مش عايزين الرز يعجن مننا. بالنسبة لتسوية الرز، وده عامل من عوامل نجاح الرز، في فرن ساخن مسبقا على اعلى درجة عندك، وبتبقي حاطة الشبكة في اول رف من تحت. بعد نص ساعة هتلاقيه كده كون الطبقة اللي فوق واحمر، بتهدي عليه النار شوية. يعني بيقعد من ساعة لساعة الا ربع كده في التسوية. بجد حاجة كده خطيرة. انا غبت عليه شوية في التسوية عشان يحمر من تحت، زي ما بقولكم بحب كده الطبقة اللي تحت تكون محمرة شوية. شايفين الرزاية بروزتها ازاي مفلفل مستوي مظبوط قوي. امشوا على الخطوات خطوة خطوة وبجد هيطلع معاكم رز خطير. شايفين بقى شوية الرز اللي بيبقوا محمرين من تحت دول، كده حاجة خطيرة يعني. حبيت كده اعرض لكم الرز في بولات التقديم اللي هي بالشكل ده. بجد بتدي شكل حلو قوي. اولادي كده لما بظبط لهم كده الاكل، كل واحد كده الرز كده بشكل هما بيحبوه بينبسطوا قوي. الرز المعمر يبان ان هو معقد، لكن بجد هو اسهل منه مفيش، خطير بيفرق جدا. يعني لما تحطيه كده على السفرة بيغير جدا من شكل الاكل وطعم الاكل. الرز المعمر ده ممكن محتاجش جنبه اي حاجة، اكله لوحده كده اصلا هو يعني غني ومفيد، كفاية اللبن اللي فيه. انا يوميا كنت عاملاه مع فراخ مشويه وصينيه بطاطس.
كنت عملت معاكم الفراخ المشويه وصينيه البطاطس قبل كده، هسيبها لكم في صندوق الوصف. بجد اكله عظمه، اكله خطيره. يعني لو عجبتكم الوصفه دي يا ريت تعملوا لايك وتشتركوا في القناه لو لسه ما اشتركتوش، وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم اشعار بكل جديد. يعني شايفين الرز بجد خطير ازاي؟ يلا جربوا الوصفه وقولوا لي رايكم في التعليقات، وانتظروا مني وصفات كتير. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.